من قلب متحف اللوفر اختفت 9 قطع من مجوهرات التاج الفرنسي يزيد قيمتها عن 40 مليون دولار. إليكم تفاصيل القطع المسروقة. أولاً، تاج الإمبراطورة أوجيني، تحفة مذهلة مرصعة ب 1354 ماسة و56 زمردة. ثانياً، تاج اللؤلؤ الملكي مزين بأكثر من 200 لؤلؤة طبيعية و1000 ماسة براقة. ثالثاً، طقم الياقوت لعائلة أوريليان يضم تاجاً، عقد، أقراط وبروش من الياقوت الأزرق والألماس الأبيض. رابعاً، طقم الزمرد لماري لويز يضم 16 زمردة كولومبية نادرة يتجاوز وزنها الإجمالي 300 قيراط. خامساً، بروش العقد الماسي، تصميم فريد مرصع ب 2400 ماسة. سادساً، البروش التذكاري الماسي يضم أكثر من 120 ماسة بوزن يقارب 85 قيراطاً. سابعاً، أساور وبروش الياقوت الأحمر منسعين بياقوتات بورومية نادرة تتجاوز 150 قيراطاً. ثامناً، بروش اللؤلؤ الملكي مجموعة فورتنبرغ، قطعة مذهلة من اللآلئ الطبيعية. تاسعاً، نجمة وسام روح القدس الماسية، أقدم القطع، صنعت عام 1740 بعهد لويس الخامس عشر، مرصعة بمئات حبات الألماس. لمعرفة المزيد عن الصور والمعلومات عن مسروقات متحف اللوفر من المجوهرات، زوروا موقعنا thejewelrytales.com.